أنا المفروض إن حياتي كلّها يكون محورها ربنا سبحانه وتعالى، قُل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فبالتالي لو أنا شُفت أي سِكّة المؤشرات بتاعتها بتقول إن اللي أنا هاعمله ده أو الشيء اللي أنا مُقبل عليه ده لا يتوافق مع مبادئي ومع أخلاقي ومع تربيتي، حتى لو هاخسر فلوس، لأ هاخسر فلوس. ليه؟ لأن في الأول وفي الآخر هي الفلوس وسيلة وبتاعة ربنا سبحانه وتعالى، هي مش بتاعتي، المال مال الله وربنا بيدّيه لي كامتحان. فمن ترك شيئًا لله أبدله الله خيرًا منه. يعني بدون شك إن هو لازم هيكون الاختيار الأول بالنسبة لي إن أنا أعمل الحاجة الصح، ولكن هو الموضوع مش سهل، عشان كده هو فتنة، عشان كده هو امتحان. بيحتاج توفيق من ربنا، وبيحتاج إن الواحد يبقى بيجاهد نفسه بشكل كبير أوي، عشان خاطر يقدر إن هو ربنا يوفقه ويعدّي من امتحان زي كده.